كأس الكونفدرالية الزمالك بيفوز على سيسكو 1-0، والمصري بيفوز على كايزر تشيفز 2-1، والفرقتين المصريين بيتصدروا مجموعتهم الاتنين في نفس المجموعة. الزمالك في ماتشه مع سيسكو جاب الهدف سيف الدين الجزيري، هدف حلو جدا، هدف شاطه من خط ال 18، من أول خط ال 18 كده لفت الناحية التانية عند الجون. جون حلو جدا لسيف الدين الجزيري، كان من أسيست لناصر ماهر. الزمالك كان مستحوذ على المباراة، هو اللي مسك الماتش، كان 73% استحواذه، وسيسكو كان 27%. كان بيلعبوا على الهجمة المرتدة فريق زيسكو، بس الزمالك كان أحسن بكتير. كان ممكن برضو دفاع الزمالك يغلط في كذا حاجة، بس ما غلطش الحمد لله، والزمالك فاز على زيسكو 1-0 في أول مباراته في كأس الكونفدرالية. أما المصري فاز على كايزر تشيفز 2-1 بأهداف مغوشة، هدف في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، لما اللاعب حارس المرمى بتاع كايزر تشيفز، اسمه ايه، محمود حمادة لاعب بيراميدز، وبعد كده اسمه ايه سولومونز لاعب كايزر تشيفز بيجيب الهدف التاني، التعادل في الدقيقة 66 لكايزر تشيفز على المصري. هدف بصراحة غريب جدا، غفلة من الدفاع مش عارفين حد ياخد منه الكورة، ماشي كده براحته وكأنه ايه بيتمشى، وبعد كده راح شايطها، محدش خد يقطع الكورة، وهي اصلا ضعيفة جدا ودخلت والجون باصص لها. حاجة غريبة اصلا، جون غريب جدا بتاع كايزر تشيفز ده. وبعد كده محمد هاشم بيجيب الجون التاني بلخبطة في ضربة ركنية في الدقيقة 87، وبيفوز المصري 2-1 على كايزر تشيفز، وبيتصدر هو والزمالك مجموعته. كمان الفرق النهارده العربية اللي كانت بتلعب في كأس الكونفدرالية، كان اتحاد العاصمة فاز على سان بيدرو 3-2. الوداد البيضاوي أقوى فريق أعتقد في كأس الكونفدرالية دي مع الزمالك، فاز على نيروبي 3-0. وكمان أولمبيك أسفي المغربي فاز على ديجولا المالي 1-0. أما بقى باقي الماتشات ما نعرفش الفرقة دي، ستوريش اللي هو اللي طلع الجنوب افريقيا ده، اللي طلع الزمالك الموسم اللي فات كسب 1-0، معرفش مع حاجة دودو، وعزام خسر مش عارف من مين، فرق غريبة كده في كأس الكونفدرالية. بس مبروك للزمالك ومبروك للمصري.